ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك دلوقتي؟ بمعنى ايه او يعني ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك دلوقتي؟ بمعنى هل في مجلس اداره في نادي الزمالك برئيس، ولا في رئيس من غير مجلس اداره، ولا في مجلس اداره من غير رئيس، ولا مفيش حاجه ومحدش فاهم اي حاجه؟ الحقيقه دي اسئله هتقعد تسالها لنفسك كتير جدا، لان كل حاجه عكس بعضها بتحصل في نادي الزمالك. بمعنى ايه؟ طلع رئيس نادي الزمالك قال ان هو مش عاجبه ان هو يتعزل من رئاسة نادي الزمالك، فقال ان هو عمل استشكال، والاستشكال ده قانونا بيوقف حكم العزل بتاعه من نادي الزمالك. بس هو زعلان وان هو مش هيكمل في نادي الزمالك ومش موجود، واولاده اللي هو المسؤول عن الكوره والمسؤول عن العاب الصالات قالوا برضو ان هم مش موجودين ومش مكملين في النادي. لكن عكس الحقيقه وعكس الكلام ده بيحصل. بمعنى ايه؟ ان هو بيدي الثقه للجهاز الفني، بيقول لهم ان احنا ما تفاوضناش، ما عملناش. فانت بناء على ايه بما ان انت مش مكمل بتقول لهم الكلام ده؟ وبناء على ايه بتعمل مؤتمر صحفي في النادي؟ دي مش عارفها. تالت حاجه، بناء على ايه المسؤول عن الكوره بيقعد مع لجنه الكوره او اللجنه الفنيه بتاعه الكوره وبيختاروا صفقات ومدربين، في حين ان هو المفروض ان هو اعتذر؟ دي حاجه تانية مش هتكلم عن علاء بقى الصالات دلوقتي عشان مش وقتها. فانت مش فاهم هو موجود ولا مش موجود. بس خليني اوضح لك سنه. هو بيقول ان هو مش موجود، بس فعليا رئيس النادي او رئيس الجمعيه العموميه هو اللي بيدير وهو اللي بيعمل كل حاجه حرفيا. بمعنى ان مجلس الاداره اللي موجود من زمان، من ايام حتى ما هو قانونا كان موجود، هم كده كده ما لهمش اي حاجه. هم مجرد ناس بتقعد على ترابيزه اجتماعات بيتقال لهم صوت على ده تمام تمام، صوت على ده بلا بلا، فكراسي وامضاءات بس في مجلس الاداره. لكن على الحقيقه سواء زمان او دلوقتي هو واحد بس اللي بيعمل كل حاجه، وهو رئيس نادي الزمالك. هو اللي بيعمل كل حاجه، سواء وهو موجود قانوني ورسمي، او وهو المفروض مش موجود، هو برضو اللي بيدير وبيعمل كل حاجه. وحتى لو خلينا نفترض بقى اسوأ حاجه ان حكم المحكمه طلع ان هو بيأيد قرار عزله، هو برضو اللي هيعمل كل حاجه، وهيفضل برضو هو رئيس النادي فعليا. سيبك من اللي على الورق او مجلس الاداره او الاجتماعات والقصه دي كلها. الفكره هنا بقى في سؤال تاني: انتوا ليه اصلا وديتونا للحته دي؟ بمعنى ايه؟ دلوقتي طلع قرار من وزاره الشباب والرياضه ان المفروض يتحدد قائم باعمال رئيس النادي، ولو ما تحددش قائم باعمال رئيس النادي هيتم حل مجلس الاداره كله. ولغايه دلوقتي ما تمش ولا قائم باعمال مجلس الاداره، ولا تم حل المجلس. يعني احنا مش عارفين في مجلس اداره ولا ما فيش، في رئيس نادي ولا ما فيش. انتوا ليه اصلا وديتونا للسكه دي؟ الراجل يا اما مدان يا اما مش مدان. لو هو مدان، طيب هو ازاي لغايه دلوقتي بيعمل مؤتمرات في نادي الزمالك وبيتكلم باسم رئيس نادي الزمالك؟ لو هو مش مدان، طب انتوا ليه سايبين نادي الزمالك لغايه دلوقتي في الفراغ اللي هو فيه ده؟ اي نعم هو مش فراغ قوي، هو فراغ على الورق، بس ليه سايبينه كده؟ والفكره ان بيطلع اخبار في الفتره الاخيره ان مجلس الاداره بيعمل صفقات وفي معرفش مين وبيتكلموا مين وبيعمل. طب انت منين بتعمل صفقات ومنين بتدور ومنين الناس اعتذرت ومش عايزه تكمل ومنين انتوا لسه مكملين؟ يا جماعه احنا عايزين حد يفهمنا، انتوا عايزين نادي الزمالك يستقر ولا عايزين نادي الزمالك يفضل مش مستقر؟ المسؤولين عن الرياضه ايه موقفهم تجاه اللي بيحصل جوه نادي الزمالك وتجاه الانهيار المحتمل اللي جاي في السكه لنادي الزمالك على جميع الرياضات؟ على انت عندك في الطايره، اللي انا ما كنتش اصلا عايز اتكلم على العاب الصالات، بس ماشي، عندك في الطايره في لعيبه كتير هتتنازل عن فلوسها وتمشي، وده سمعناه والله اعلم الكلام ده صح ولا لا. في الهاندبول رئيس النادي طلع عمل مشكله مع واحد من اساطير كره اليد في نادي الزمالك. في كره القدم احنا شايفين المستوى الفرقه عامل ازاي بسبب اللي حصل اول السيزون. وزي ما بيقول الصفقات الفشخ اللي اتعملت في اول السنه، شفنا الصفقات الفشخ دي عملت فينا ايه. فانا بسال بقى اي حد بيتفرج على الفيديو دلوقتي: هل سواء انت مؤيد لمجلس الاداره وقراراتها او انت ضد مجلس الاداره وقراراتها؟ لو انت ضد مجلس اداره زي حالاتي وقراراته فتمام احنا خلاص. بس لو انت مؤيد، هل شايف اللي بيحصل على مدار السنين اللي فاتت في حاجات صح كانت بتحصل؟ تمام انا معاك، مش هو ما فيش حد بيفضل طول عمره غلط وما فيش حد بيفضل طول عمره صح. بس خلينا نتكلم على الفتره الاخيره اللي انا طالع اتكلم عليها.
هل انت شايف القرارات والاحداث اللي حصلت الفتره الاخيره في نادي الزمالك تخليك بتقول ان الراجل ده ماشي في الطريق الصح؟ اعتقد لا. وطول ما انت الراجل ده عمال ياخد في قرارات غلط وانت بتقول له لا صح وامين وتمام على كل حاجه، الراجل ده يفضل فاكر ان هو على طول ماشي صح. لو انت فعلا بتحب مجلس الاداره او بتحب رئيس النادي، وقبليهم لو انت بتحب نادي الزمالك، لما مجلس الاداره يعمل حاجه غلط هتقول له انت غلط. مش اي حاجه عمال على بطال هتفضل تقول صح. وسيبك من اللي شغالين في قناه النادي، انا ممكن اكون عاذرهم ومش عاذرهم. عاذرهم لان طبيعي انت شغال في نادي الزمالك، فطبيعي بتدافع عن النادي وعن مجلس ادارته، بس النادي قبل مجلس ادارته. اللي بيحصل انت بتدافع عن الزمالك وعن مجلس ادارته، بس انت بترتب الاولويات ان انت بتدافع عن مجلس الاداره قبل ما بتدافع عن نادي الزمالك. وكان في كلمه حلوه قوي قالها سنتياجو قبل كده في لايف، قال اتحدى والمشكله ان هو عنده حق فيها، قال اتحدى لو اسم نادي الزمالك بيتقال نص عدد المرات اللي بيتقال فيها اسم رئيس نادي الزمالك. ودي كارثه. الجمله دي لو حد بيفكر فيها دي كارثه ومصيبه كبيره. الفكره احنا هنوصل لايه؟ انتوا عاجبكم نادي الزمالك بالحال اللي هو فيه؟ والفكره في الناس اللي بتقول او بتطلع تهاجم، يعني واحد الناس اللي بتهاجم بيقولوا انتوا السبب في اللي النادي وصل فيه، انتوا ما مش واقفين ورا مجلس الاداره، انتوا سبب خراب النادي، وانتوا وانتوا وانتوا. طب ليه احنا يعني؟ تعالى قول لي انت سبب في خراب نادي الزمالك بسبب واحد اتنين تلاته. هو معنى ان انا مختلف معاه في قراراته ان انا ابقى مختلف او ضد نادي الزمالك؟ بالعكس، الراجل لما بيعمل حاجه صح بنطلع نقول انت صح. يعني الراجل لما قال هينسحب من ماتش السوبر، مش هتكلم عليا بس ناس 99.9 من الزملكاويه ايدوا القرار وبيقولوا ان ده صح. فالقصه مش شخصيه، انا مش واخد موقف ضد رئيس النادي. انا شايف لما بيعمل حاجه صح هقوله صح، لما بيعمل حاجه غلط وشايف ان هي ضد نادي الزمالك، النادي اللي انا بحبه واتربيت فيه من وانا صغير، لما اشوف ان في حاجه غلط او قرار غلط بيتاخد، حق نادي الزمالك عليا ان انا اطلع اقول يا جماعه الكلام ده غلط. فبعد اذنكم يا جماعه فككم بقى من الكلام بتاع انتوا السبب ومش انتوا السبب والرموز واولاد النادي هم السبب في كل حاجه. لا، رئيس نادي الزمالك هو اللي عاد الكل، عاد ناس كتير. وانا برضو مش ناسيله عشان بس الناس اللي بتطلع تقول لك انت قليل اصل وبتاع، انا مش ناسي الموقف اللي هو عمله معايا والمشكله اللي هو حلها لي، بس دي حاجه شخصيه، موقف شخصي منه انا عمري ما هنساه له طول عمري. بس في الاخر في حاجه اكبر مني ومنه، هي اسمها نادي الزمالك، اكبر مني واكبر منه. ده اللي مش واصل للناس، وده اللي الناس مش فاهماه للاسف. فلو انت بقى بتحب نادي الزمالك فعلا، الكلام اللي بتقوله ليا قوله لنفسك. خليك في ظهر نادي الزمالك، مش في ظهر اشخاص او شخص معين. سلام.